لو مزنوق في مبلغ كبير وعايز كارد كبير ومفيش حد هيديك كارد دوت بطريقة سهلة. عندك كذا طريقة عشان تحصل على الكارد ده. من اول تطبيق كاشات هيديك من اول 100 جنيه لحد 1500. تطبيق بي بي لون مفروض ان هو بيديك لحد 50,000 جنيه. بعد كده تطبيق سلفني، تطبيق كاش بابا وكاش ماما. في تطبيق كاش بابا وفي كاش ماما. تطبيق سلفني محمله اكتر من 100,000 شخص. تطبيق المال السريع ده لسه نازل جديد. عايز اقولك ان التطبيقات دي كلها هتديك قروض، كل دي هتديك قروض، بس هتاخد منك جهات الاتصال بتاعتك، هتاخد منك الصور والفيديوهات علشان تبيعها لتطبيقات تانية. تطبيقات الشات اللي هي القذرة اللي انت لازم عشان تكلم فيها بنت او تبعت لك صورها لازم تدفع اشتراك، فبيتاجروا في البنات. طبعا كل البنات اللي بتتكلم في الشات بتبقى ايه، مش عارفة هي اللي بتكلمك ولا مش هي. ابعتيلي صورك، بتبعت لك صورها بعد ما طبعا تدفع الاشتراك بتاع حضرتك التمام. طبعا الصور دي كلها والفيديوهات دي كلها والداتا دي كلها متاخده عن طريق التطبيقات دي. التطبيقات دي كل يوم بينزل منها تطبيق جديد وبيطلع منها تطبيق حسب الريبورتات اللي اتبعتت والبلاغات اللي اتبعتت على التطبيق. التطبيقات دي في تطبيقات مصريه، توب كاش، غيره. تطبيقات كتيره جدا تقدر تستلف منها زي ما انت عايز، بس هتبيع كل جهات الاتصال بتاعتك وفضايحك هتبقى على كل لسان. على كل تطبيق هتاخد منه، التطبيق ده ممكن تاخد منه مثلا 300 جنيه وتسددهم 460 جنيه. تطبيق كاش بابا ممكن تاخد برضو منه 500 جنيه وتسددهم 900 جنيه، وهكذا وهكذا وهكذا. وكل التطبيقات دي هتديك، او تطبيقات تانية زي التمويل الذكي هيقولك حضرتك مصاريف إدارية 300 جنيه عشان تاخد الكارت، أبو 5000 جنيه تدفع 300 جنيه زي الباشا، ويضحكوا عليك وما يدوكش أي حاجة. تطبيقات تانية زي دي لون، مجرد ما تسجل وياخدوا منك بياناتك شكرا على كده حضرتك، طلبك اترفض خلاص على كده. كاش شاورما، كاش هوم، تطبيقات كتير جدا تقدر تلم منها فلوس لو انت عايز، بس الربا حرام. شرفك وصورك انت وبناتك وزوجتك وامك واختك حرام ان هي تتباع، وتلاقي صورة اختك او بنتك او زوجتك على تطبيق شات وعاملة اعلان، او فيديو صغير مثلا مراتك بعتهولك ولا اختك بعتهولك وتلاقيه على تطبيق فيه دلع وفيه هزار. دريم لون، تطبيقات كتير، جي كاش، ايزي كاش، ايزي كاش، كاش بابا وكاش ماما، سي سي كاش، تايجر كريدت، لا ده مش تطبيقات قروض. فحضرتك حرام عليك البيانات اللي انت بتبيعها ببلاش. تعال اقول لك، انت لو راجل جيت تقول لي انا عايز منك كارد، اقول لك وريني تليفونك واخد البيانات اللي عليه لحد ما اسدد لك كارد، تبقى انت راجل لا مؤاخذة مش محترم. فما ينفعش ان انت عشان عايز 200 300 جنيه، طب يا فندم ابعت له، اديله صلاحيه الدخول للصور والفيديوهات، اديله صلاحيه الدخول لجهات الاتصال، ويتصل بحماك وحماتك ويقول لهم احنا ماسكين عليه صور واحنا عندنا كذا، ولو ما دفعناش الفلوس، وحماك يقول لك لا يا فندم انا هدفع، انا ده الا بنتي وشرف بنتي وصور بنتي. ايه كل ده؟ انت ليه قوي خسيس قوي ونادل قوي كده وما فيكش رجوله ولا نخوه؟ والبنات بقى اللي بتتصل، اكتر بنات بتاخد قروض هي، او اكتر حد بياخد قروض هي البنات. لمجرد ان انا هخش على تليفون بنت هلاقي بقى ما لذ وطاب، صورها هي واصحابها وصاحباتها وي 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 وي، واخد منه كل الحاجات دي واديها 200 جنيه واقول لها سدديهم 400 جنيه خلال اسبوع. مفيش تطبيق في مصر عليه رقابة غير تطبيق الكاشات، والربا حرام اساسا. ليه اخد 100 جنيه اسددها 180 جنيه حتى لو بعد شهر؟ ليه؟ قد كده مزنوق مفيش اي حد يتميل عليه؟ حرام عليكم نفسكم يا جماعة. كل دي تطبيقات للقروض. لو انت ما عندكش اصل وما عندكش حد تخاف عليه خش وخده، وما عندكش دين تخاف منه امام الله تتحاسب، خش وخده. لكن لو عندك، اديني قلت لك تطبيقات دي بتاخد منك ايه مقابل القرض اللي انت عايزه. لو ما كنتش تعرف وعرفت مني واديك عرفت، اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.
حذر غيرك من تطبيقات القروض، لان كل يوم بيروح اسم زي ده ويرجع اسم زي ده، ويروح اسم زي ده ويظهر اسم زي ده.